السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا في أحسن حال. زي ما انتوا شايفين الجمال بيتكلم عن نفسه. النهاردة هنعمل مع بعض مشروب شتوي ساخن رخيص الثمن عالي القيمة الغذائية جدا. تعالوا نشوف ايه المشروب ده مع بعض وهيتكلف قد ايه معانا. عايزة اقول لكم ان المشروب ده ممكن تشربي منه البيت كله وتدفعي حوالي 10 جنيه وبس. تعالوا نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اسمه قمح بليلة، بتجيبوه من عند العطار، الكيلو ب20 جنيه. اللي معايا ده ربع كيلو. تمام، ربع كيلو ده بقى هيعمل لك مهرجان، هتعملي منه كتير جدا. تعالوا نشوف هنعمل فيه ايه. هجيب الكيس الربع كيلو ده معايا وهجيب طبق هحطه فيه، هفضيه فيه وهغسله. وحبيت اوريه لكم بس وانا بغسله. بصوا بيطلع شوائب على الوش، فما تغسلوهوش بس كده، لا انتوا خلوا الميه عاليه عنه شويه عشان تفضوا الشوائب دي وتغسلوه كويس جدا. تمام، بنغسله كذا مره على الحنفيه. وبعد كده بعد ما غسلته وصفيته حطيته معايا في نفس الطبق. ما تنسوش وانتوا بتتفرجوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي بعد ما انا غسلته وصفيته هنحط عليه ميه، سواء ميه مغليه او ميه عاديه. الميه دي تنقعيه فيها سواء 4 ساعات، سواء انت عايزه تعمليه بالليل فتنقعيه من الصبح. المهم مثلا اقل حاجه 4 ساعات. انا حطيت ميه سخنه عشان ما كنتش هسيبه اليوم كله. تمام، يعني انت عايزه تسيبيه 4 ساعات، عايزه تحطيه في ميه مغليه، عايزه تحطيه في ميه عاديه، براحتك خالص. انا بس حبيت اوريكم الخطوات وان ده ينفع وده ينفع. اي شوائب هتلاقيها فيه هتشيليها منه. اهم حاجه تغسلوه كويس جدا جدا جدا. تمام، دلوقتي انا هسيبه منقوع وتعالوا نشوف هنعمل مع بعض ايه تاني. سبته ال4 ساعات منقوع ودلوقتي شكل الحباية كبرت شوية. تمام، انا بسيبه منقوع ليه؟ لان بتبقى يعني الحباية زي الحجر كده، لما بسيبه منقوع بتطرى معاه فما بتاخدش وقت كتير مني على النار. قولولي وانتوا بتشاهدوني عشان الاحصاءات بتبين لي ان من اغلب مشاهديني مصر طبعا بلدي والجزائر والمغرب وحبايبنا في كل حتة. فقولولي عندكم في الجزائر والمغرب وكل اللي بيشاهدوني في بلادكم اسمها ايه. عندنا احنا اسمها قمح بليلة وبنسميها بليلة، انتوا عندكم اسمها ايه؟ دلوقتي حطيتها في حلة وحطيت عليها 4 كوبايات مية من الحنفية. تمام، دلوقتي هحطها على النار على العين الصغيرة، هعلي عليها وهغطيها. يعني هسيبها تاخد غلوة كده مع نفسها. انا سبتها 5 دقايق ورحت افتح عليها لقيتها بالشكل ده. هديها تقليبة برضو تاني عشان ما تلزقش مني في الحلة او تبوظ، وهغطيها تاني واسيبها براحتها. وكل شوية هفتح عليها. انا بعد ما فتحت عليها بعد ال5 دقايق دول هي يدوب تاخد منك غلوة وتهدي عليها النار، تخليها على الوسط وتسيبيها وكل شوية برضو تقلبيها. دلوقتي يعني التشكيل اللي هحطه ده اختياري. تمام، كان عندي زبيب من رمضان حطاه في التلاجة، طلعته هو بيبقى ناشف شوية، حطيته في ربع كوباية لبن مغلية. تمام، وهسيبه. دلوقتي انا هشوف البليلة، هتطلعي واحدايه كده وتشوفيها يعني ايه، افركيها بين صوابعك، لو اتفركت يبقى هي كده استوت وتمام. وبتبقى انا بحبها هي زي ندغة اللبانة كده، بيبقى ليها طعم جميل جدا. دقتها لقيتها تمام معايا، حبيت اوريها لكم برضو بس البخار عامل معايا في الكاميرا جامد. دلوقتي هديت عليها وهنزل عليها بكوباية لبن. انا حطيت كوباية لبن باردة. تمام، وهقلبها. ودلوقتي شوفوا اجمل بليلة باللبن معايا. القمح البليلة ب5 جنيه الربع كيلو، وكوباية اللبن ممكن نقول مثلا ب5 جنيه هي كمان، يبقى المشروب ده اتكلف معايا 10 جنيه. تمام، وهتحطي عليه والسكر حسب الرغبة. تمام، حطي السكر اللي انتوا عايزينه. في ناس بتحب السكر قليل، في ناس بتحبه كتير، براحتكم. في ناس ما بتحطش عليها سكر، ولما بتيجي توزعها في الكوبايات بتحط في كل كوباية مثلا معلقتين سكر او حسب ما كل واحد بيحب، يعني ده يرجع لكم براحتكم. حطي وقلبي ودوقي. تمام، دلوقتي خلاص انا سبتها تاخد غلوة مع اللبن برضو، تاخد من طعم اللبن وتتشربه. ودلوقتي هطفي عليها ونشوف بقى هنعمل ايه.
دلوقتي الزبيب اللي انا كنت نقعاه معاكم خلاص طري جدا وبقى كأنه صابح. هحطه في الصفاية، واللبن اللي انا نقعته فيه، انا كده كده غاسله الزبيب كويس جدا ومصفياه، فاللبن اللي نقعته فيه هحطه برضو في البليله، اللبن يعني بطعم الزبيب كده. دلوقتي جبت الكاسات اللي هقدم فيها. في ناس بتحب تشربها في كوبايات، في ناس تحب تاكلها في اطباق، في ناس في كاسات، اللي انتوا تحبوه. تمام. وجمالها وهي ساخنه كده في الليالي الشتويه اللي احنا فيها دي. هنصبها في الكاسات دي. لحد كده المشروب ده زي ما قلتلكوا بيتكلف حوالي 10 جنيه، زيادة أقل شوية أقل شوية على حسب اللي انتوا هتستخدموه. انا حبيته بدون اي اضافات، انا هحط اضافات كشكل ولو حد فيكم حابب يحطها، لكن انا شخصيا حبيته بدون اي اضافات خالص. دلوقتي كان حطيت شوية جوز الهند وشوية زبيب. يعني انا لو هرشح لكم لا استخدموا البليلة سادة وشوية مكسرات. متنسوش لايك للفيديو، اشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس. وحطيت شوية شوكولاتة كده رشة برضو. انا اتبقى معايا من البليلة كتير، استخدمنا منه تاني يوم. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين جمالها وطعمها. انا حبيت السادة اللي بدون اضافات، يعني حبيت اقول لكم طعمها جميل جدا 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 ورخيصة. مشروب شتوي هيشرب لك العيلة كلها، ولو عايزة تبعتي للجيران كمان. وكل ده يعني بتكلفة بسيطة جدا، يعني لو مقارنة كمان لو جبتوها من بره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.